ثلاث افلام توقعوا نهايه العالم اللي بتحصل حاليا، وممكن يكونوا حرفيا حكوا ايه اللي ممكن يحصل بعد النووي، ايه اللي ممكن يحصل لو اتدربنا او قامت حرب عالميه ثالثه. فاعتبر قصه مش ترشيح، ويلا بينا. سبيدز 1984، فيلم بريطاني بيحكي ايه اللي ممكن يحصل لو قامت حرب ما بين روسيا، اكبر قطبين في العالم. ايه بالظبط اللي ممكن يحصل؟ ده اللي بيحكيه الفيلم. لو قامت حرب نووية، النتيجة مش بس مدن بتتحرق ولا ناس بتموت ولا دنيا بتتدمر، لا اطلاقا، ده انت بترجع للعصور الوسطى. يعني ايه؟ يعني بترجع للعصاية والحجر حرفيا. فده بيحكي الفيلم، وبالمناسبة هو 1984 بس. حلو قوي. انا اتفرجت عليه، ولو انت ما اتفرجتش عليه وعايز تشوف ايه اللي ممكن يحصل لو انت اتضربت، اتفرج عليه. وعلى فكرة ده اقرب سيناريو الفيلم حكاه لو حصلت حرب نووية بجد. ده ليه اكتر، وده تاني فيلم معانا، وبرضه كان تقريبا 1983، وهو فيلم امريكي واتعرض في ولاية امريكية. بيتوقع ايه او بيحكي ايه؟ ولاية امريكية اتضربت بالنووي. هقول لك الغريب، وهي قصته عجيبة بالنسبة لي. رئيس امريكي شافه، وناس كتير امريكان شافوه. بعد ما شافوه قالوا لك ان ده اصعب توقع ممكن يحصل لناس حضرت ضربة نووية بجد. والرئيس الامريكي ساعتها تعاطف مع الناس جدا، وطلع بتصريح مهم قوي. قال لك ايه؟ حاليا الناس فهمت يعني ايه نهاية العالم. فبالمناسبة دي انا حابب بس اقول لك اعمل لايك وسبسكرايب وشير لو انت وصلت لحد هنا. في ناس كتير بتتريق وفاكره ان دمها خفيف، واحنا عاده كشعب مصري بنحب نستخف في دمنا قوي ون هنبقى شبه الصينيين لو اتضربنا بالنووي. لا يا اسطى، لا يا اسطى، والله انت مش هتبقى لا شبه الصيني ولا الياباني ولا الكوري، ولا هتبقى شبه سندوتش السلطه. انت مش هتبقى موجود اصلا. ده بجد. هنسيح كلنا، انت ذرات جسمك كلها هتتفتت. يعني مش هتبقى حتى بطاطس محمره يا صاحبي. فبطل تتجل والنبي، وبطل تستخف في دمك. تعالوا نخش في الفيلم الثالث، وهو فيلم جامد قوي ونزل في 2023، وهو عبارة عن سيرة ذاتية بقى. ده لا بيحكي لك ايه اللي ممكن يحصل ولا بيتوقع ايه اللي ممكن يجرى. ده بيحكي سيرة ذاتية عن واحد ابن جزمة كان سبب في دمار الدنيا بحالها، وكان سبب في دمار دولة زي اليابان. هو اوبنهايمر. وعلى فكرة الفيلم ده خد اوسكار وغفار هولان، فالفيلم جامد جدا جدا جدا. عن المجنون قاتل العوالم، على رأيه إن هو تصريح ليه: الآن أصبحت مدمر العوالم. أوبنهايمر مخترع القنبلة النووية. مجنون ابن جزمة والله، مجنون ابن جزمة. من بعد ما اتفرجت على الفيلم ده تحديدا بقى، فأنا هحكي لك قصة سردية جميلة كده. قعدت أفكر مع نفسي، ليه العلماء بيحاولوا يتسكسبوا للنظام عشان يخترعوا حاجة ممكن تدمر البشرية؟ ايه اللي ممكن يستفيدوه؟ مش عارف. يعني ايه اللي ممكن يستفادوا انسان يخترع حاجه تدمر دوله او تدمر ملايين من الناس؟ فمش عارف. وفي جمله شهيره لعالم، مش هقول لك على اسمه، قول لي انت اسمه في الكومنتات لو عرفت الجمله بتاعته او عرفت اسمه يعني. يقول لك: انا ما اعرفش الحرب العالميه ممكن تقام بانهي اسلحه متطوره، ولكن اللي انا متاكد منه ان الحرب العالميه الرابعه هتقام بالعصايه والحجر. بمعنى أصح، أنت لو قامت عليك والكوكب استحملك بعد الحرب العالمية الثالثة، وبعد دمار شامل من قنبلة نووية، إن الحرب العالمية الرابعة هتبقى بالعصاية والحجر. وده أكتر تطور ممكن نكون نوصل له، وده فعلا حقيقي، مش كذب، لأن إحنا مش هنستحمل يا اسطى. مش هنستحمل. وإحنا كجيل بقى من 88 فيما فوق كده، إحنا حضرنا كل حاجة يا جدعان. ناقص ايه تاني نشوفه؟ يعني بجد والله احنا ناقص ايه تاني نشوفه؟ مش عارف. انا كواحد من جيل التسعينات اقسم بالله انا ما بقتش فاهم ايه اللي ممكن يحصل تاني ونشوفه تاني. انا مش مستحمل حرب عالميه يا جدعان. احنا تعبنا تعبنا. فلو انت شايف ان ممكن يكون الموضوع هزار، او شايف ان ممكن يكون الموضوع عادي وهيعدي، فلا، احنا في مرحله خطيره قوي. الافلام دي بتتوقع حرفيا ايه اللي ممكن يحصل. فلو انت دماغك مش جايباك ومش قادر تتخيل، اتفرج عليهم هتفهم ايه اللي ممكن يحصل. لان اقرب حاجه ممكن تخليك تتخيل وتخش دماغك صور واقعيه هي السينما ببساطه.
اتفرج على اي واحد منهم وقول لي رايك في الكومنتات. ولو وصلت لحد هنا فانا بشكرك جدا. انا طه اللي من جيل التسعينات اللي مش عارف يعمل ايه. وقول لي انت كمان في الكومنتات من انهي جيل. السلام عليكم.